وهو ماشي بيلاقي شعر بنت تحت الترابيزه، واول ما بيبص بيلاقي فعلا بنت تحت الترابيزه، وبيستغرب وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتيجي خطيبته بتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقوم بسرعه بيقول لها كنت بجيب الخاتم عشان عايز اتجوزك، وبتقول له انا موافقه بس لو مفيش حد تحت. واول ما بتبص بتلاقي ان في فعلا بنت، وبتقول له انت غشاش وبتمشي، والبنت اللي كانت تحت الترابيزه بتروح تمشي بس بيمسكها بيقول انت عملت كده ليه؟ وبتقول له روح على محل الدهب وانت تعرف دلوقتي. وبعد ما بيروح على محل الدهب بتشوف مراته سرقت الخاتم الالماس بتاعه وراح تبيعه، وبيتصدم في حبيبته لما بيعرف انها حراميه، وبيفضل يهزر ويلعب مع البنت، وبيعرف كمان انها فقيره وما عندهاش بيت تنام فيه. فالبنت كمان بتحبه وبتقرر تقول له على الحقيقه، وبتقول له ان خطيبتك اللي جايباني عشان اقعد تحت الترابيزه، وهي تعمل نفسها انها فهمت غلط عشان بعد ما سرقتها خلاص مش عايزاك تاني، وبتصير من المره الثانيه لما بيحب. فالبنت بتروح للبنت اللي متاجرها وبتقول للبوليس ان دي سرقتني عشان يبقى مفيش دليل عليها، وهو راح يقبض عليها. بيوقفها الولد بيقول له لا الحراميه الحقيقيه اللي قدامك دي سرقت الخاتم بتاعي وجابت الحاجات دي كلها. ساعتها بيقبضوا عليه على طول.